الجديد في النادي الاهلي في الفيديو اللي انت هتشوفه قدامك ده اعجب من العجب. الفيديو بتاع ياسر ابراهيم بعد ماتش الحرس، حرفيا الموضوع ما بقاش غيره في الفلوس والنفسيات، لا دي بقت غيره كمان على جائزه احسن لاعب في المباراه. شوف معايا الفيديو ده وتعالى. هو مين اللي بيديها دي؟ مين اللي بيديها لنا؟ زي ما انت سمعت كده، ياسر ابراهيم بيتخانق مع المنظمين بتوع جائزه مان اوف ذا ماتش، اللي هو بيقول لهم انتوا بتدوا الجائزه على انهي اساس لمروان عطيه؟ ايه المعايير اللي بتدوا بيها الجائزه؟ يا جدع يا جدع، ده زميلك اللي في الفريق، ودي جايزه اصلا ملهاش عايزه، وحتى لو هي البالون دور ده زميلك في الفريق، حبوا بعض. ده اللي بيبين لك شكل الاهلي جوه الملعب وحش، مفيش روح، مفيش رجوله، مفيش روح الفانلة الحمراء اللي كانت طول عمرها بتميز النادي الاهلي والبلاس 90. كل ده اختفى، وكل ده بسبب النفوس ما بقتش كمان سالكه، مش كمان في الفلوس، لا ده كمان بيبصوا لبعض على جايزه احسن لاعب. وزي ما بيقولوا في المثل كده، ان يجيب الفقر ويجيب النحس. والنهارده الاهلي حتى لما كسب 3-2 الحرس شكله وحش وما يستحقش الفوز، وماتش ممل، والاهلي يعني تحس ان فرقتين منتصف جدول بيلعبوا بعض. بس هي بقى بعض الفروق الفرديه، سواء من تريزيجيه او من بن شرقي او من جراديشار، بعض الفروق الفرديه هي اللي فرقت مع النادي الاهلي النهارده. غير كده الاهلي لحد دلوقتي ما جاش، الموسم كله الاهلي ما جاش. سلام.